السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة رواق ومتسنيم. إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا كونفيتور ديال الفريز. كما كتشوفوا معنا كيجي رائع والشكل ديالو زوين بزاف وعاقد. من بعد رمضان صافي كنرجعوا لعادتنا القديمة، يعني الفطور ونوجدوا الغدا وكسكروط، وضروري في المائدة ديالتنا إما في الفطور يا إما في كسكروط كنديروا كنحطوا أي مربى عندنا أو كنشريوه. هنا غادي نحضروه في المنزل بطريقة جد بسيطة كيتقام علينا رخيص، وهادي وقته علاش لنا ما نحضروش واحد الكميه نتاع الكونفيتور نحتفظوا بها. المهم خليكم معايا باش تشوفوا كاع المراحل. انا راه غادي نشارك معكم جميع المراحل بتفصيل ممل. المهم هنايا راني خديت كيلو ديال الفريز كلها ولا القياس اللي بغا. المهم خديت هنايا كيلو ديال الفريز، غسلته مزيان. ياك خصنا ضروري نغسلوه مزيان باش تحيد ليه ديك الرمله اللي كتكون فيه. وصافي بديت كنقيه هنايا، كنحيد ليه داك الشابو ديالو، كنحيدو. وفيما كانت شي ضريبه ولا كتبان ليا وهذا كنحيدها. المهم كما قلت لكم انا راه خليت الفيديو، ما بغيتش نحرق كاع المراحل، بغيت نشارك معكم كاع التفاصيل ديال التحضير ديال الكونفيتور الفريز. وانا كالعاده راه نفس التحضيرات اللي كنحضرها الفريز كان في جميع الفواكه الاخرى، نفس الطريقه. صافي هنا من بعد ما ساليت كاع نقيته، وغادي نعاود نشللو ونخليه يستقطر واحد شي شويه. وغادي ندوز من بعد ما غيستقطر، غادي ندوز دابا هذا نحضر. عندي هنايا كما قلت لكم كيلو ديال الفريز، غادي ندير لها مع نص كيلو ديال سنيده. كل كيلو كيمشي مع نص كيلو. واحد الحامضه، وغادي ندير واحد القبيصه ديال الفاني في الاخر. المهم انا غادي نشد هنايا الفريز، قطعته طريفات غير صغار باش يجينا ساهل حتى في التطياب ويدخل ليه السكر مزيان. صافي غنقطع ديك الكميه كامله، ما كياخدش معنا الوقت صراحه. راه نوجدوه هكا في العشيه او بالليل، ونديروا ليه داك السكر ديالو والحامض ونخليوه ليله كامله في الثلاجه، والصباح نجبدوه نطيبوه. حتى الطياب راه ما كياخدش الوقت بزاف. حنايا كنديروا الغدا مثلا ولا هذا وهو قدام عينينا كيطيب. هنا من بعد ما غادي نسالي هاد الكميه كامله ديال الفريزر نقطعها قطع صغيره. غادي نضيف ليه السكر كما قلت لكم كيلو ديال الفريز غادي يمشي مع نص كيلو ديال السنيده. وغادي نعصر ديك الحامضه، غادي نضيفها عليه وغنحرك مزيان مع التقلاب. صافي وغادي نغطيه وندير ليه بابي سلوفان وندخلو للثلاجه، نخليه يبات ليله كامله. غادي نضيف واحد القبيصه نتاع الفاني. الا عندكم الساشي سكر فاني ديروه. انا ما بقى لياش عندي هنايا هذا الروح نتاع الفاني، درت واحد شي شويه. صافي غادي نخلط مزيان، هي كنساعد داك الفريزين ينسجم مع داك السكر باش يذوب في الساع، باش ما يبقاش السكر هابط لتحت وجالس، يعني يبقى متربص لينا لتحت.
من بعد ما خليته ليلة كاملة، هنايا راه تبارك الله طلق الماء ديالو، يعني داك السكر كله دايب. المهم نتوما مرة جبدوه من الثلاجة وحركوه مزيان كيما قلت لكم باش ما يبقاش داك السكر هابط لتحت. نحركوه باش يدوب لينا داك السكر كامل. صافي غادي نوضعو دابا هنايا في كوكوط، ما غاديش نسد عليه، سوا غادي نديرو غير في نار فوق نار مهيلة. انا هنايا غير غادي نغطي عليه، ماشي غنسد، غير على ما طلع ليه ديك الغليه غادي نخلي عليه الصفاره، ما غاديش نسدها عليه. صافي من بعد ما طلعت عليه ديك الغليه وبدات كتطلع ليا ديك الكشكوشه البيضاء، انا نبقى نزول ديك الكشكوشه. هاد الكشكوشه الا خليناها راه كتفسد الكونفيتور ديالنا. وإلا بغيناه يدوم لينا مده اطول، نحيدو هاد الكشكوشه هذه البيضاء، حنا مقابلينو وفوق ما تبان لنا الكشكوشه البيضاء نحيدوها. صافي من بعد ما بدا كيتعسل، هانتوما شفتوا حتى اللون ديالو تغير، غادي نطحنو غير نص طحنه هكا بالميكسور. اللي بغاه كونفيتور ليس يطحنو مزيان، واللي بغاه يبقى فيه دوك الطريفات نتاع الفريز يطحنو غير نص طحينه. صافي هانتوما كتشوفوا البنات كيجي زوين تبارك الله. صافي راه عقد. هنايا دابا غادي ناخذ واحد نص حامضه وغادي نعصرها عليه، هاد الشي في الاخر. المهم هنايا بالنسبه القرعه اللي غادي ندير فيها الكونفيتور غادي نعقمها. بغيت نشارك معكم الطاقم. هنايا راه درت كاسرونه ودرت فيها بعض القطرات من الخل، خليتها حتى بدات كتغلى. صافي وخشيت فيها هاد القرعه ديال الدجاج، بديت كندورها. هنا غادي نهزها غير بالسباتو او العود ديال الخشب وغادي نخليها تسقطر. وفي الاخير انتم تشوفوا تبارك الله كيجي الكونفيتور عاقد وكيجي زوين وكيدوم حتى مده طويله. ممكن اننا نحتفظوا فيه به في المجمد، وممكن انا نحضروا به حتى الحلويات، علاش لا؟ الكيك، الحلويات، نضيفوه للحلويات كيجي زوين. هانتوما تبارك الله كيجي عاقد وزوين واللون ديالو. ما تنساوش انكم تضيفوا داك القطرات من الحامض في الاخير، هو اللي كيعطيه هاد اللمعان، كيجي زوين. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتجربوا الكونفيتور على طريقتي، راه كيجي غزال بزاف. وكنضرب لكم ان شاء الله موعد اخر في وصفه جديده، فيديو جديد. وكنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم في رعايه الله.